Here's a new video of Tamara. بعد ما سكر مخي ما صار لي خلق انزل اي فيديوهات، سبحان الله جاء لي خلق اليوم انزل. حرفيا الكسل طاغي علي وما عندي افكار ولا شغف، وعذرا على القطع والسحب الطويل، اصلا احس انه ما هو شيء جديد يعني. وبس اليوم جيتكم فيديو جديد بعنوان كيف استفيد من اجازتي من تجربة وحدة كسلانة. كل واحد فينا عنده هواية، سواء كانت رسم، سواء كانت عزف، غناء، برمجة، اللي هو. وبمختلف هواياتنا ما نعرف كيف أو متى نستعملها وكيف نطورها، ودائما نميل للكسل زيي ونقول أنه ما عندي وقت الحين وما لي خلق وكذا، وأشوف أي سبب يمنعني أني ما أسويه. في جهة إذا أنا أعيش 24 ساعة وأنام 8 دقايق قصدي 8 ساعات، بيكون عندي 16 ساعة قدام أقدر أسوي فيها اللي أبيه. طبعا مو دائما اللي أبيه، بس أنه على الأقل يمكن يبقى لك ساعة من ذاك الوقت اللي ضاع. تمام، الساعة هذه أقدر أستغلها أني أقسمها أني أسوي فيها الأشياء اللي أبيها، بس على الأقل في جزء منها أقدر أني مثلا أرسم، أطور من مهاراتي في الرسم، أسوي اللي أبيه لمدة ساعة. والأساس أنها ما هو ضروري أنه يكون ساعة، يعني يمكن يكون نص ساعة، يمكن يكون ربع ساعة، بس مهم أني أطور. وطبعا النتائج ما تظهر بيوم وليلة، بس المهم أن الواحد يستمر حتى لو قليل، يعني على الأقل أنا قاعد أستمر. وعشان نستمر على الموضوع بيكون عندنا جدول. أول شي فيه الاسم، أو بعدها عندنا المهمات اللي مفروض أسويها، وجنبها الوقت. اللي على اليسار الإضافات والنشاطات، اليمين الأشياء المهمة. وأكيد بنواجه مشاكل في الالتزام وأنا نكمل على ذا الموضوع. فأنا من تجربتي أحس أن التوقيت أهم بكثير من أني أحط ساعة معينة. قولوا مثلا أني بسوي جدول، تمام، مثلا أني بقوم الساعة 1 والساعة 1:30 لمدة ساعة بسوي الشيء الفلاني، بس أنا بالغلط نمت 2 3 ساعات وقمت، فكل النشاطات اللي كتبتها بالوقت هذا بالساعة المعينة ضاعت، وعلى طول بستمر في الباقي، فتكون كل الأشياء اللي سجلتها راحت علي، وبتكاسل أني أصلا أكمل عليها. نفس ما أتأخر مثلا المدرسة حصة كاملة، ما حد بيعيد لي دي الحصة مرة ثانية، وأكيد بنستمر قدام. ولازم أحط هدف قدام عيوني أني لازم أستمر على ذا الشيء مهما صار، ولو لمدة زمنية قصيرة. طبعا ذا الجدول ما تكون فيه المهام الطبيعية اللي احنا نسويها، أنا مثلا أقوم من النوم أفرش أسناني، أتروش، أصلي كذا، هذه أشياء طبيعية أكيد الواحد بيسويها طبيعي من نفسه. وبيكون جدا جميل لو شفت روتين عند أحد ومرة عجبني مثلا وودي أسوي زيه الصراحة. مثلا لقيت صديقتي ما شاء الله دائما تسوي لها مثلا ذكر في ساعة معينة، فأنا ليش ما أجرب ذا الشي بعد وأخلي في جدولي ساعة ذكر معينة، أو مثلا بعد ما أخلص مهمة معينة أذكر لمدة 10 دقائق 15 دقيقة، وكل ما أفضى أزيد عليها. ومثلا لو عندكم شيء دائما تنسونه، مثلا أنا دائما أنسى أذكار المساء، فليش ما أحط نوت أو شيء جنب الجدول حقي أقول ذكري ذا الشيء معين، فهمتوا؟ عشان بيصير لي أسهل أني أتذكره كل ما أنساه. نجي الحين لو عندي شيء معين ودي أسويه، مثلا الرسم، مثلا دراسة أو شيء معين، فأبدأ أول شيء بالهوايات أو بالأشياء اللي أنا أبي أطورها أو الأشياء اللي أنا أحبها. مثلا نبدأ بالأشياء اللي أكثر أنا أحبها، بعدين الأشياء اللي ما أحبها أو أحس أني ماش فيها أخليها آخر شيء، ويكون في تنويع عشان ما أطفش من ذا الشيء. طبعا مثلا أنا اليوم بدأت في الرسم، بعدين المنتجع، بعدين اليوك، أو أخلي الساعة هذه أمارس فيها هواية واحدة، وكل واحد وطريقته يعني على حسب الأشياء اللي هو يحبها. يعني نجري الأشياء اللي أنا بطورها، طبعا نحس أن الأشياء اللي نبي نطورها نحط أهميتها إذا كانت هواية أو إذا كانت شيء بتفيد مستقبلا، زي مثلا أني أطور لغة، زي أني أقرأ كتاب أو أختم كتاب. فدي الأشياء نعطيها وقت أكثر من الهوايات. فلو حسيتوا أنكم مرة زودتوا على نفسكم، مرة ثقلتوا، خذوا لكم يعني إجازة يوم، بعدين ارجعوا اليوم اللي بعده. نجي الحين لو ودي أطور، لو ودي أطور شيء معين، أخلي قدامي هدف. إيش الهدف هذا؟ أني أكمل على ذا الشيء لمدة شهر، نص شهر، على حسب المدة اللي أنا أقدر عليها. ولازم أهم شيء التنويع. لو ما نوعت يعني الواحد بيطفش ويمكن يعني يسحب عليها. مثلا الحين عندي فكرة إنه مثلا أفكار رسم، قول مثلا الحين هنا بنسميها أفكار رسم. أقعد أمليها، الحين بمليها بعدين أجيكم. أوكي، الحين المكتوب عليه أفكار رسم هذا العنوان، أما هنا الشكل كامل. الحين هنا عندنا التكست سايز اللي هو حجم الخط، أنا حبيت أخليه كذا، ما يفرق معي أصلا، بخليه كذا. السلايس ريبيت كما تتكرر علي شريحة واحدة،
سبين تايم كم مرة يعني أقدر ألفها. هنا عندنا الستايل، هو يقول لك الألوان حقتها. أنا عجبني ذا اللون. هنا اللي أنا أحفظها هذه دائما، يعني هي أصلا أساسا موجودة الحين. الأونلاين أقدر يعني أزرف من خلق الله، بس الحين أنا مسكرة النت. عندنا الحين أضيف شريحة من هنا. أما هنا الأشياء اللي أنا ضفتها الحين، قبل لا تطلعون لازم تسوون سيف، عشان لو طلعتوا يعني ما راح تنحفظ. الحين أسوي سبين مثلا. الحين بسوي سبين، أو أني أسوي كذا. أوكي الحين أجرب على العكس. أوكي لو الحين أبي يعني أشيلها، بسوي هايد سلايس. وهنا بيطلع لي كم، وهنا أبي أشيل الصوت إلى آخره. وأكرر للمرة المليون، دايما حطوا أهداف نصب عينكم. ليه؟ عشان بعدين ما تدرين إذا بتكونوا فاضيين للأشياء ولا لا. مارسي الأشياء اللي تحبينها الحين وطوريها عشان تتعرفين على نفسك أكثر، وما تضيعين وقتك كله على الجوال. ولو ودكم تحفظون جزء معين من القرآن أو تراجعون حفظه، عندي لكم تقنية حلوة عشان تفتكون من الجوال. خلوا الجوال شحنه أقل من 50 أو 50 بكيفكم يعني. المهم إنه اشحنوه وانتظروا واحفظوا إلى ما يصير الشحن 100. وأظن تنفع الباقي هواياتكم اللي ما تحتاج جوال أو أي نوع من الأجهزة. ولو بدأتوا تحسون أنكم صرتوا تتكاسلون أو تسحبون كثير، فعندي طريقة تعاقبون فيها نفسكم، هي أنكم تضاعفون الوقت الأساسي. بحيث أنا لو مثلا كان ساعة تخلونها ساعتين، لو كان نص ساعة يصير ساعة وكذا. وبس هنا نكون خلصنا الفيديو. أتمنى عجبكم. صراحة مرة انبسطت وأنا أسوي بالفيديو، مرة من زمان عن كذا. أتمنى تستعملون الأشياء اللي قلت لكم عليها وتستفيدون منها. وبس، سلام.